عمل ايه من غيركم في العيد؟ الشخص اللي انتوا بتسألوا عنه، الشخص اللي انتوا بتفكروا فيه وحاطينه في راسكم وبتفكروا فيه على طول، عمل ايه من غيركم في العيد؟ تعالوا نشوف بورقة التاروت الشخص ده عمل ايه في العيد والعيد مر معاه ازاي. يلا بينا نشوف. بسم الله. طبعا هنا هناخدها بحروف اسم الشريك. الناس اللي حروف اسم شريكها بتبتدي من اول حرف الالف: ب، ت، س، ج، ح، خ، د، ز، ر، ز، س، ش، ص. ركزوا معانا في القرايه الاولى. عمل ايه من غيركم في العيد؟ خرج، ما خرجش، كان مبسوط، كان زعلان، كان بيفكر فيكم. تعالوا نشوف كان ايه يا ترى. واضح ان المعظم هنا بيفكر في شخص كان بيحبه وكان في بينهم وبين بعض علاقة عاطفية، وكمان في منكم كتير كان في بينكم علاقة زواج. يعني هنا انتوا بتتكلموا يا اما عن ازواج منفصلين او ازواج تم الطلاق بالفعل بينكم وبينهم، وشايفة ان الشخص ده كان بيفكر فيكم، كان انتوا في راسه بس هو ما كلمكوش او ما تواصلش معاكم. انتوا اللي كنتم مسيطرين على حياته العاطفية او على افكاره، وكان مش عارف يعمل ايه علشان يوصل لكم لكن ما قدرش يوصل. الناس اللي بتسمعني في القراءة دي، في ممكن يكون وصلكم من الشخص ده إما عادية أو وصل لكم منه هدية أو وصل لكم منه خبر، حاجة أسعدتكم لكن ما حلتش الخلاف اللي بينكم وخلت لسه لازال في بينكم وبين بعض انفصال أو عدم كلام. لكن أقدر أقول لكم إنه العلاقة دي كان فيها مشاعر، كان فيها حب، كان فيها كمان تمسك ببعض. تعالوا نشوف القراءة الثانية. الناس اللي حروف اسم الشريك بتاعها موجودة من أول حرف ضاد، ط، ظ، عين، غين، ف، قاف، كاف، لام، ميم، نون، ه، واو، ي. يا ترى عمل ايه من غيركم في العيد اللي فات؟ يا ترى عمل ايه من غيركم في العيد اللي فات؟ الشخص ده معلق بشيء من الماضي، مش قادر ينسى الماضي، مش قادر ينسى حاجة حصلت بينكم وبين بعض في الماضي. الخلاف اللي تم ما بينكم هو مش قادر يسامح فيه. شخص ما بيتسامحش بسهولة، شخص حاول يشتغل على نفسه وحاول ان هو يبين ان هو مش همه حاجة وان انتم مش وحشينه او ان انتم مش بتفكر فيكم او ان هو مش عايز يشوفكم. بيحاول ان هو يتظاهر امامكم بان هو متماسك. حتى ممكن تلاقوا بوستاته او تلاقوا بيحط حاجات على السوشيال ميديا. ما تصدقوش يا جماعة الكلام ده، لان الشخص ده لازال معلق بالماضي مش قادر ينساه، لكن بيحاول يظهر بصورة الشخص المتماسك القوي اللي مش همه حاجة، اللي مركز في شغله او مركز في حياته ومش مركز معاكم انتوا ومش حاططكم في تفكيره. فعلشان كده هو هنا بنقول انه لازال الانفصال مستمر، لكن الشخص ده معلق بيكم جدا. كان معاكم سارة فودة، خبيرة الفلك والابراج والتارot. باي.